اللي منورنا ومشرفنا على طول امين عام اتحاد الاطباء العرب والمرشح الرئاسي السابق دكتور عبد المنعم. طبعا انا اكيد ناس كتير بتحسدني جدا ان انا قاعده جنب اثنين ليهم باع كتير في الحركات الطلابيه، وهنتكلم معاهم دلوقتي هنعرف حاجات كتير عندكم في الحركات الطلابيه. دكتور عبد المنعم، في مؤلف فرنسي والتر سكير ليه مقوله بيقول فيها لم يلعب الطلاب دورا في الحركه الوطنيه مثل الدور الذي لعبه الطلاب في مصر. ايه رايك حضرتك في المقوله دي؟ انت بتتكلم عن المؤلف يعني زمان صح؟ انا اظن ان المقوله دي سليمه تماما. الحركه الطلابيه المصريه كانت هي الضمير اللي وبدا ينبه الناس. الحركه الطلابيه من اوائل القرن وهي بتقود نضال الشعب المصري ضد المحتل الانجليزي. في ايام كثيره بنحتفل بيها على اعتبار انها مناسبات وطنيه، واحنا ما نعرفش ان هي دي كان الطلاب دي فيها الدور والصبر. احداث مهمه زي سنه 36، زي احداث 42، زي الاحداث الخاصه بالقناه الفدائيين بعمليات الضغط على الانجليز من اجل الالتزام ببنود المعاهده والوفاء فيها، وما دون ذلك حتى بعد قيام ثوره يوليو من عمليات خاصه ب 56 والالتزام. الطلاب دايما كان ليهم دور ضارب، وفي السبعينات كان في عامل حشد وعامل تضاد والمظاهرات الطلابيه اللي كانت تضغط على الدوله المصريه انها تاخد يعني حركه قويه في اتجاه حسم حاله الناس سلم ولا حرب. ثوره 19 بما لها من دور في تشكيل الوعي الوطني المصري والسياسه في مصر، وهي جابت لنا اول اتفاقيه خاصه بالاستقلال واول برلمان حقيقي منتخب واول دستور مصري ما يبقاش منحه من الملك، كانت قايمه على اهداف الطلاب. ثوره 19 قايمه على الطلاب بشكل صافي وكامل، وانضم لها باقي استفتاءات الشعب. ثوره 19 هي اشبه الثورات بثوره 25 يناير اللي الطلاب برضه كان ليهم فيها الدور الفاعل والدور المحوري والدور القوي. خلال فتره مبارك المظلمه والسوداء كان الطلاب هم المتنفس الوحيد للمجتمع المصري اللي الناس تبص ليه وتعرف هي الدنيا رايحه فين. الطلاب اثناء عهد مبارك هم اللي وقفوا ضد الحرب الخليج، هم اللي وقفوا ضد التدخلات الامريكيه في العراق، هم اللي كانوا بيتكلموا في قضايا الشيشان والكوسوفا وافغانستان، هم اللي وقفوا ضد سياسات مبارك الاقتصاديه، هم اللي وقفوا ضد تعديلات قانون الاصلاح الزراعي، هم اللي خاضوا اضرابات واعتصامات عشان اللائحه الطلابيه. دايما كانت الجامعه المصريه هي البدايه لما يعترف فيه المجتمع المصري من غليان. وانا اظن ان النضال اللي قاده الطلاب على مر السنين ما راحش هباء وما راحش سدى. اللي حصل في ثوره 25 يناير تراكم لنضالات اجيال سبقتنا، اجيال اشتغلت في الستينات وفي السبعينات وفي مصر نقله نوعيه في كل المجالات، سواء اقتصاديا عسكريا علميا فنيا ادبيا. في الاخر البدايه دايما والمنشأ